السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الليلة داير أعمل بطاطس مسلوقة بالزبدة والملح وبعض البهارات يعني. إن شاء الله تنال إعجابكم يعني وتقدروا تعملوها. طيب هنا ده عندي سلطة الدكوة اللي هي الفول السوداني المسحون يعني. طيب قطعت فيها خيار وطماطم وبصل أخضر، جميلة جدا، وبعدين طعمها حلو شديد يعني بالملح طبعا، بس أضفت لها بس ملح يعني ما كترت أي بهارات تانية لأنها ما بتحتاج. طيب هنا ده عندي البطاطس اللي هي يعني مسلوقة. أنا هحاول هسي أهرسها، هي لازم تتهرس حتى بعد ذاك الواحد يحط لها الزبدة. زي ما شايفين اتهرست بكل سهولة وهي حارة يعني. طيب زي ما شايفين اتهرست زي ما قلت لكم بكل سهولة. بالهراسة بتاعت البطاطس ذاتها اللي هي ممكن الهراسة دي، معلش على الإزعاج، ممكن الهراسة دي ذات الواحد يستعمل شنو في إنك تهرس الفول يعني. الفول السوداني بتاعنا ده المدمس ده بيبيعوه هنا، ده بعلب في علب، أو ممكن واحد يشتريه يعني هنا حبوب كده ويجي يسخنه. أول شيء يعمل في يبلوا في الموية ويجي يشتغلوا تاني يوم، يشتغل فيه تاني يوم يعني يطبخوا تاني يوم. طيب زي ما شايفين هي ما بتحتاج يعني شغل كتير، وبعدين صحية جدا. طيب هنا أضفت لها بقدونس فريش زي ما شايفينه أخضر. وطيب هأضيف لها برضو أوريجانو، دي أعشاب معروفة يعني. هضيف لها الإيطاليان هيرب اللي هي الأعشاب برضو الإيطالية، وهضيف لها برضو اللي هو الثوم المسحون. طيب زي ما شايفين أنا خطيت هنا دي زبدة ودي زبدة تاني، ههرسهم مع بعض. طيب هقلبهم مع بعض زي ما شايفين. دخلت البتر اللي هي الزبدة دخلت وساحت في البطاطس. حطيت الأعشاب برضو بتاعتي. طيب البطاطس دي بتتاكل بالملعقة. طيب ده الشكل النهائي بالنسبة للبطاطس. حاولت أعملها في شكل كرات كده يعني. ودي سلطة الدكوة، كان غدا جميل يعني، وممكن تعملوه في أي وقت يعني، ليل نهار ظهر عصر مغرب، أي وقت يعني، خفيف على المعدة. ختام أتمنى لكم كل الصحة وعافية وهنا. أرجوني دعمي في قناتي حتى أصل
لكل الناس يعني إن شاء الله. طيب، في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.